هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده انتوا طلبتوه مني كتير جدا، عشان كده النهارده انا قررت ان انا هعمل لكم الفيديو اللي انتوا طلبتوه. وهو عن ايه؟ عن ازاي تقدم في الشغل بتاع تنكوف، وهرد على كل الاسئله اللي انتوا قلتولي عليها ان هي نصب ومفيش وبلا وكل الكلام ده. فعشان كده ما تنسوش تكملوا الفيديو، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك عشان اقدر اكمل في باقي الفيديوهات والسلسله اللي انتوا عاوزينها مني كلها. بس كده، مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجة تعال نبدأ من البداية لكم ازاي تبدأوا وتعملوا كمان ايه المرتبات او تسجلوا في شغل تينكوف. هتدخلوا على اللينك بتاع الفيديو، وبعد كده في الباو هتدخلوا تحت وتكتبوا التقديم على الشغل، بس اهم حاجة يكون عندك فيزا تينكوف على البنك علشان تقدر تقدم في الشغل. بعد كده هتدوسوا على اللينك اللي موجود اسفل الرابط او في الباي تبع اليوتيوب. هتدخلوا على اللينك وهتلاقوه مكتوب بالروسي، وبعد كده هنكتب بدروبنا فاسكا. هتلاقوا كلام كتير مكتوب عن السبيشاليست. هتنزلوا لتحت، يعني هننزل زي ما انتم شايفين كده. هتختاروا الريون اللي انتم موجودين فيه او المدينة اللي انتم موجودين فيها. ولنفرض انا موجودة في مدينة شبوكساري، هختار شبوكساري. وبعد كده هيظهر لي الحاجات المتاحة عندي في المدينة. كل مدينة احيانا بيكون فيها متاح الحاجة اللي انا هقولها واحيانا لا. يا شباب دي على حسب الخبرة او على حسب الناس اللي بيطلبوها. يعني ما تجيش تقولي انا مش لاقيها، لان هما على حسب الطلب هيلاقوا، غير كده مش هيلاقوا. تمام. بعد كده هتبدأ ان انت تدور على حاجة مناسبة بكل الشروط اللي عندك والمواصفات اللي عندك. بس احنا اغلبها بنطلب في الحاجات دي كونسولات تنكوف بيزنس في ريجيونك. بس ده بيكون من الشغل، وده كويس مش وحش. وكمان في بيكون كول سنتر هلو انجلش، بس مش موجود، ومعنى كده ان هما بالفعل مش محتاجين. هلو مانجر انت ما تقدرش تقدم عليه، لان ده زي مسؤول عام كبير. فانت ما تقدرش تقدم عليه، بس بيبقى في احيانا مكتوب عليه كونسلتانتين كوف بنك فيتشرا فريونخ، ممكن ده تقدم عليه. او نوتش اللي مكتوب عليها نوتش اللي هو ده، ممكن برضو تقدم عليه، وممكن برضو تقدم على الفيتشر ده. تعالوا نجرب واقول لكم هتقدموا ازاي. طيب ايه اللي هتحتاجه؟ الباسبور سنيلز كمبيوتر انترنت اجرانت ارجنتينيا رابوتا ميست. يا شباب الموضوع سنيلز اللي الناس سألتني عليه، الموضوع ده مش صعب خالص. انت كأجنبي لك حقية انك تطلع سنيلز من اي حتة موجودة عندك، واقول لكم العناوين اللي ما بيبقى موجود فيها السنيلز، عشان ناس كتير فاهمة ان السنيلز ده بيكون للروس بس. لا يا شباب، السنيلز ده كمان بيكون للأجانب. زي عبارة عن رقمك موجود في روسيا، زي كأن رقم تسجيلي في روسيا. والرقم ده بيطلع بموضوع سهل مش صعب، وكمان بتطلع لك ENN. فما تقلقش، يعني الحاجات دي سهلة بتطلع، فما تقلقوش. انا هقول لكم برضو على الطريقة ازاي تطلعوه. ده بيقول لك الحاجات اللي انت هتعملها، ان انت لازم تتعلم ابوتشينيا، يعني معناها تعليم، هتاخد فترة تعليم. مواعيد الشغل هتكون 2 من الساعة 7 مساء لحد الساعة 7 صباحا. بعد كده والاجازات مدفوعة في خدنية ابلاتشنا، يعني الاجازات مدفوعة. وفي كمان بونص بتاخدها وسكيتكا لو الناس سجلت عن طريقك وهكذا. وكمان بيقولك ان في لو هتقدر ان انت تعمل. بعد كده هيقولك انت هنا سجلت، لو انت سجلت هيطلع نفس البتاع اللي انا ظاهرة عندي دي، ان انت سجلت بالفعل في مكان قبل كده فتحب تكمل ولا سجل من الاول. فانا احب اقول له انا اسجل من الاول، تمام، عشان اوريكم كل حاجة. بعد كده مي وجزنا كوما، يا اما هتختار دي يا اما هتختار ياتوت بيري. بعد كده هتدوس هنا اسم العيلة بتاعتك واسمك واسم الاوسط، ويا ريت يا شباب تكتبوا 3 اسماء بس مش اكتر، لان هما بيتضايقوا من عدد الاسماء. وبعد كده تاريخ ميلادك، بعد كده رقم تليفونك، وكمان الايميل بتاعك. بعد كده هتدوس دالي، وبعد ما تخلص هيظهر لك ان هما هيتصلوا بيك في خلال يومين او 3 ايام او 4 ايام على حسب اللي هيكونوا فاضيين فيه. وبكده تكون انت سجلت
في البنك. من ميزات البنك ان هي بتعجبني ان بيقولك فيها بونص، يعني بعيد عن الشغل. المرتب في المتوسط 31,500 روبل، بيدفع 3 مرات في الشهر. وممكن تشتغل زي بادرابوتكا، يعني تشتغل مش نظام كامل، يعني ممكن ما تشتغلش من 7 ل7، ممكن انت تختار عدد ساعات معينة، ودي اسمها بادرابوتكا. ده كل الحاجات اللي انتم محتاجين تعرفوها عن البنك، وانتوا سألتوني عنها كتير، فعشان كده حبيت ان انا اجاوبكم النهاردة. يعني انتوا فاكرين ان انا مقصرة معاكم ومش حابة ان انا اقول لكم، بالعكس انا ببقى مبسوطة جدا لما بساعدكم. واتمنى ان كلكم ان شاء الله تلاقوا الشغل، واتمنى كلكم ان انتوا تعرفوا تشتغلوا ويبقى متوفقين في حياتكم الدراسية والعملية، موفقين ان شاء الله. بس كده، ده فيديو النهاردة. استنوا بقى الفيديو التاني، الجزء التاني، عشان اقول لكم طريقة عمل السنيلز وتعملوها منين ومن اي عنوان، وهقول لكم ايه الحاجات اللي انتوا بتحتاجوها عشان تطلعوا السنيلز، وكمان بياخد قد ايه وقت علشان يطلع. كل ده انا هكلمكم عنه في الفيديو الجاي. بحبكم كتير، كانت معاكم مونيكا. باي باي.